السلام عليكم البنات كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين، اموركم مزيان البنات. انا عارفه غبت عليكم، ان شاء الله انا رجعت وغنبقى نبارطاجي معكم الفيديوهات كيف ما العاده. اي حاجه كنعرفها ما غاديش نبخل عليكم بها. كنتمنى منكم نتوما تزيدوا بيا واحد شويه، تدفعوا بيا للقدام بالاشتراكات ديالكم والتعاليق ديالكم ولي لايك. وكيف ما كتعرفوا راه هذا الشيء هذا كيزيد بالقناه لقدام، وبارطاجيو القناه مع الناس اللي كتعرفوا. البنات الوقت ديال الفلفله هو هذا، غادي نرقدوها بطريقه اللي ساهله وغدوز معكم واحد المده اللي طويله ما يوقع لها حتى شي حاجه. كيف ما كتعرفوا المكونات راه هي ساهله، الحامض الماء والملحه والزيت، هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو. البنات من الاحسن انكم ديروا اللي قات في يديكم وانتم كتعوضوا هذه الفلفله، حيت كتكون حاره بزاف وكتبقى لنا في المسام ديالنا واخا كنغسلوا يدينا كتبقى لنا. انا ما كنعرفش ندير الشغل باللي قات كيف ما كتعرفوا عليا دائما. شديت ديك الفلفله كامله حليتها بالموس كيف ما كتشوفوا راه واضح في الفيديو. كنحل هذوك الفتيحات باش هكا كيدخل لها الماء مزيان والملحه وكطيب لنا في اقرب وقت ان شاء الله. البنات الطريقه ديالها راه سهله وكتبقى معكم كما قلت لكم مده طويله. غادي نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا القراعي ديالي راه عقمتهم، والطريقه رانا شاركتها معكم في الفيديوهات السابقه. اللي رقدت معكم الخضره وديك الشيء راه وريتكم كيفاش كتعقموا القراعي. شديت الماء غليته مزيان وخليته في هذا القراعي، خليته تابرد على خاطرو. درت غير النص ديال الماء حيتاش ملي غادي نزيد الفلفله ديك الماء غادي يطلع لنا ان شاء الله غيعمر القرعه. غادي نفرق ديك الكميه اللي عندي. المهم نتوما غادي ترقدوا الكميه اللي بغيتو. انا جبت كيلو قسمتها على هاد جوج القريعات. كيف ما كتشوفوا انا درت غير الحامض. ممكن انكم ديروا الحامض، الزريعه القزبور والثومه واي منسمات اخرى كتبغيو. كتجي الثومه وزريعه القزبور مع الفلفله مرقده كتجي رائعه وكيجي المذاق ديالها زوين. انا اكتفيت غير بالحامض والماء والملحه. هذه هي الطريقه باش كنرقد الفلفله ديالي دائما وكتبقى لي مده طويله. كيف ما كتعرفوا هذا النوع ديال هذه الفلفله كيكون حار بزاف. باش كنقصوا له ديك الجهد ديال الحروره كنرقدوه بحال هكا. كترافقيه مع السلطات ديالك، ممكن انك تهزيهم وتطحنيهم وديريهم مع الشرموله ديال الحوت. المهم راه الاستعمالات ديال هاد الفلفله المرقده كثيره بزاف. باقي غنشارك معكم ان شاء الله فيديوهات اللي غتجي فيه وصفات نشاركوا فيه هاد الفلفله اللي مرقده وكيفاش غنقدروا نحتاجوها مستقبلا. المهم البنات هانتوما الطريقه راه هي واضحه. عمرت القريعات ديالي كاملين، فرقت ديك الفلفله كيف ما كتشوفوا راه الماء طلع للفوق. غادي نزيد طريفات ديال الحامض ندخلهم في الجنب ونزيد الملحه ديالي. الملحه عندي كميه اللي كثيره، غير ديروا الملحه ما تخافوش منها، حيت الملحه هي اللي كتساعد ان الفلفله طيب وتبقى لنا مده طويله ما كيوقع لها حتى شي حاجه. صافي البنات انا خويت الملحه ديالي كامله. غادي نزيد الطريفات ديال الحامض مع الجناب ديال القرع. ممكن انكم تزيدوا زريعه القزبر وتزيدوا البزار حبيبات وتزيدوا الثومه الا بغيتوا، حتى هادو راه اضافات اللي كتكون زوينه. صافي كيف ما كتشوفوا راه القرعه ديالنا عمرات تبارك الله. صافي كل قرعه تقريبا درت فيها حامضه. هادوك جوج حامضات مقطعين هيدا الحجم متوسط كتقطعوهم وكديروهم كيف ما كتشوفوا. صافي القرعه ديالنا راها عمرات. الماء راه طلع حتى الفم. غادي نزيد الزيت باش كتبقى لنا ديك الزيت كحاجز ما كتخليش الهواء انه يدخل الفلفله ديالنا وكتدوم معنا مده طويله. البنات الا كانوا القراعي ما كيتسدوش لكم مزيان ديروا السلوفان وعاد سدوا. انا القراعي ديالي كيتسدوا مزيان هكا. غادي تبقى معنا الفلفله مده طويله ما يدخلهاش الهواء. وديروها في شي بلاصه اللي تتكون مظلمه شويه، مثلا في شي بلاكار د الكوزينه. ومره نبقاو نقلبوا القرعه ديالنا، نقلبوها هكايا مره على الفم مره على القاع مره على الفم حتى كتوجد لنا الفلفله ديالنا. المهم تنساوها هكا واحد المده ديال 20 يوم في شي بلاكار كيف ما قلت لكم يكون مظلم. ومره نبقاو نقلبوا فيها. وهذا هو الفيديو. كنتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.